الفرق يا جماعة بين الدوش والبوش. الفرق اختلاف تام طبعا، ولكن الاتنين بيكونوا في مكان واحد. ازاي الاتنين بيكونوا في مكان واحد وده غير ده؟ الدوش يا جماعة بيكون ده القفص الصدري بتاع الخروف، اما البوش يا جماعة اللي بيطلع من القفص الصدري بتاع الخروف. ازاي يا عم البوش غير الدوش، وازاي البوش بيطلع من القفص الصدري بتاع الخروف؟ هنعرف مع بعض دلوقتي بالخطوات واحدة واحدة بالراحة ايه هو البوش وايه هو الدوش. الدوش يا جماعة اللي هو بيبقى نهاية الريشة أو القفص الصدري بتاع الخروف. القفص الصدري بتاع الخروف ده يا جماعة اللي هو بيبقى الصدر عامة، أو منطقة الدوش أو منطقة السن، اللي هي بيكون فيها الفشة أو بيكون فيها القلب، منطقة الرئة. تمام، يكون ده القفص الصدري، ده الدوش. والدوش ده يا جماعة بيكون أفضل منطقة، اللي هي بيكون فيها الريش وبيكون فيها الضلوع. دي بيكون افضل منطقة تاكل منها لحمة، سواء في الضاني او سواء في العجول او في الجملي. منطقة الريش عامة بتكون طعمها جميل جدا. الدوش يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده، من اول الخط اللي هو الاحمر ده، الخط اللي بالدم ده مكان صابع كده لحد بره كده، ده الدوش. من اول هنا لحد بره ده الدوش. اما من النص لحد جوه ده الريشة. تمام. دلوقتي الدوش بيبقى برضو من نفس الشكل ده كده. احنا شايلين اللوحة من الخروف اللي قدامكم دوت، ده كده ظهر الدوش اهوت بالريشه. تمام. نبص على شكل الدوش من جوه. الحته اللحمه اللي انا بمسكها في ايديات، اللي هي في نهايه الدوش دي، هو ده البوش يا جماعه. يعني ايه ده البوش؟ البوش بقى بيطلع من الهالك، اللي هو بتاع الدوش ده. يعني انت دلوقتي لو عاوز مثلا تجيب بوش، او البوش ده بيستخدم فيه، او انت بتسمع عن البوش ولكن ما تعرفوش، البوش ده يا جماعه بيكون حته لحمه او قطع لحمه صغيره، ما بتستخدمش في المطاعم او ما بتصلحش ان هي تخش في القطع المشوي. تمام. فاحنا بنضطر ان احنا نطلعها، الزيادات ديت او القطع الصغيره ديت بتطلع وبتتفرم على لحمه كندوس او لحمه بقري. تمام. بتتعمل كفته زي ما قلنا في فيديو الكفته، البوش وطريقه الفرم والكلام ده كله. ايه هو البوش وايه هو اللحمه البقري، زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت. تمام. دلوقتي احنا عايزين ما نتوهكوش. دلوقتي احنا عايزين نعرفكم ايه هو البوش وايه هو الدوش. دلوقتي حتى الخرفان اللي قدامكم ديت مشقوقه نصين، عشان خاطر حتى تكون الدوش باين فيها. الدوش ده يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده بيبقى نهايه القفص الصدري. تمام. حتى انا كنت عند جزار ولقيته معلق حته ضاني، ولكن يعني كان بايع منها وفاضل نصها مثلا ولا حاجه. البوش يا جماعه، حتى لو انت عند جزار وعايز تجيب بوش تعمل بيه كفته او تحطه في الاكل، بيدي الاكل تيست عالي جدا. لو هتحطه في الخضار المشكل، او تحطه في البسله او في الباميه، او هتعمل بيه مكرونه جاريه او مكرونه مبكبكه او رز احمر اللي هو بتاع العرب. تمام. بيدي طعم جميل جدا، وبيدي طعم للخضار، باميه بسله اي خضار بيديها طعم جميل جدا. لو هتعمل بيه كفته بيديها طعم جميل جدا. ولكن البوش بقى اللي عند الجزارين هو يا جماعه، بتلاقي الحته اللي عند الجزار معلقه بنفس الشكل ده. يعني في ايدي ده الدوش، ده نهايه الريش، حاجات بقى واضحه قدام منك خالص اهي. البوش بقى منطقه اللحمه اللي هي فوق ديت، اللي زي ما حضرتك شايف كده دوت. المنطقه دي البوش. لو انت مثلا عاوز نص كيلو، عاوز كيلو، يقدر ان هو يديك. الحته اللي انا ماسكها بايدي ديت هي دي البوش، منطقه البطن. تمام. ولكن الدوش عند البوش عند الجزارين بيختلف عن البوش اللي هو في المطاعم، لان الجزارين ما بتهلكش، ما بتوضبش الكباب او بتوضب ريش، ما بيكونش عندها بوش هالك كتير. ولكن هو ده البوش. لو انت عاوز تكون عند جزار، هو ده البوش، المنطقه بتاعه البطن. تقدر ان انت تستخرج منه البوش ده، بيخش بيبقى جميل جدا 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 في الكفته يا جماعه. دي بتبقى حته لحمه ناعمه، بيكون طعمها حلو. الدوش اهو يا جماعه، معانا برضو دوش اهوت، هنوريكم بكل الخطوات. ده دوش اهو. تمام. بيطلع منه البوش. بيبدأ بالنسبة لشغل المطاعم، الدوش ده بيتوضب قطع، وممكن يخش فيه الكباب. كل سيخ كباب بياخد قطعة مثلا 50 جرام. تمام. ده بالنسبة للدواش. زي ما قلنا الدوش حاجة، ده حجم الدوش يا جماعة اللي هو بيطلع من الخروف. طبعا الزيادات دي كلها بتتشال، ملهاش اي شغل بالنسبة للمشوي. الدوش ده يا جماعة بيخش في المشوي. الدوش ده بتتعمل قطع صغيرة وبيخش في المشوي. بيشيل منه بقى الحاجات الصغيرة دي بتتشال، الحاجات اللي هو الزيادات والبدن والحاجات دي. الكل ده عامة يعني الحاجات اللي هي الزيادات ديت بتطلع، دي عظمة وبيبقى عليه لحمة. اللحمة دي بتتشفى. هو ده بقى البوش يا جماعة. الفرق بين البوش والدوش مفيش فرق. يعني الدوش ده جزء فيه الخروف زي ما حضراتكم شايفين كده. البوش بقى اللي بيطلع من الدوش اللي هي اللحمة، بعد ما نشف العظم زي ما حضراتكم شايفين كده، العظم اللي قدامي ده يبدأ ان احنا نشفيه. بيبدأ يطلع منه، بيبدأ يطلع منه لحمة. هي دي بتكون البوش بقى. اللحمة اللي حضراتكم زي ما شايفين اللي أنا بطلعها دي، اللحمة ديت ده بقى البوش، ده بقى اللي بيطبخ بيه. بيكون جميل جدا في الأكل. أنصح الناس اللي هي لو بتعمل حتى مكرونة بشاميل، لو هتفرم
مفروم، تجيب البوش ده بيكون طعمه جميل جدا في المكرونه البشاميل وفي الخضار كله. ولكن عشان ما نطولش في الفيديو كده نكتفي بهذا المعلومات. ولو انت محتاج اي حاجه تقدر ان انت تتواصل معايا من خلال حسابي في الوصف، في حساب الواتس بتاعي في الوصف. ولو عجبك الفيديو او استفدت اي حاجه من الفيديو ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك، لان اللايك بيرفع الفيديو لاكتر عدد من الناس، عشان ان شاء الله ان هي تشوفه. وبكده يبقى احنا وصلنا للفيديو بتاع النهارده. لو انت محتاج اي حاجه هسيب لك رقم تليفوني عليه واتس وفون، تواصل معايا وان شاء الله اقدر اسوي لك اي حاجه انت محتاجها.